كان هذا الرجل يأكل 30 بيضة قبل كل مباراة. قبل أن يلعب كرة القدم كان مصارع سومو كان يعتقد أن البيض يمنحه القوة. صرخ المدرب قائلا إنه مجنون، لكن الرجل تجاهله واستمر في حشر البيض في فمه. وسرعان ما بدأت المباراة، إذ كانت هذه أول مباراة له في الملعب. وقف الرجل الضخم في المكان الخطأ. حاول لاعب أسود يقف بجانبه أن يعود إلى موقعه، ولكن بما أنهما تشاجرا سابقا ظن أن الرجل يحاول افتعال مشكلة مرة أخرى، لذلك بدأ الاثنان بالقتال فورا. تدخل لاعب الوسط لتهدئتهما، وأخيرا تخليا عن غضبهما. بدأت المباراة من جديد. رمى لاعب الوسط الكرة، لكن جسم الرجل الضخم صدها. سقطت الكرة على الأرض والتقطها الرجل الضخم. لم يبقى أمامه سوى لاعب واحد يعيق طريقه، نفس زميله الأسود. لم يفكر أي منهما في شجارهما السابق، بل إن ذلك الزميل أبعد جميع المدافعين عن طريقه. انطلق الرجل الضخم إلى الأمام مثل دبابة دافعا نحو منطقة النهاية. صرخ مدرب الفريق الآخر بينما كان الجميع ينقضون على الرجل الضخم محاولين إسقاطه، لكنه لم يتوقف. جر معه 4 أو 5 لاعبين وتجاوز الخط وسجل النقاط. بعد تلك اللحظة نسي الاثنان شجارهما القديم وبدأ يرقصان معا بسعادة. ولكن بينما كان القائد يشرح الخطة التالية، فجأة تقيأ الرجل الضخم كل البيض.